ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده معمول من يوم الجمعة. النهاردة بقى يوم النهاردة الحد، كان غدا بتاع يوم الجمعة. جبت، كان عندي 1.5 كيلو لحمة. قطعته، حطيت مية تغلي وقطعته وحطيته في الحل، وحطيت بصلاية وقطاية وورق لوري وحبهان، التحابيش بتاعت الشوربة يعني. النهاردة بقى صحيت بدري، يوم الحد صحيت بدري، الساعة 7 يعني 8 إلا 5. فقلت أسجل لكم الفيديو وأنزله. صليت الفجر ونمت شوية وقمت. فجبت بصلتين كده وسط، عملتهم في الكبة وحطيتهم في الحلة، وحطيت معاهم معلقة سمنة. هنا برضو بجهز في القوطة. صلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. صلى على رسول الله. أنا عملت كيلو إلا ربع قوطة كده وفرمته وهصفيه. من السلك بتاع الكبة قصير والفيشة جنب البوتاجاز، فبعمل على البوتاجاز. هنا كنت صفيت القوطة بقى، والبصلة هي اصفرت. كنت شايلة بقى حتة اللحمة، قلت احطهم مع البصل يتشوحوا ياخدوا تشويحة كده. بعدين بعد كده بقى احط القوطة. لا اله الا الله. والله الواحد اتنكد لما سمع الخبر بتاع البنات بتاع الميكروباص دول، الله يرحمهم يحسن اليه. بنات يعني شقيانة من صغرها على لقمة العيش، الله يرحمه ويصبر اهاليهم يا رب. والله زعلت من ساعتها، ما نزلتش فيديو. يوم الجمعة كنت مفروض انزله، فالواحد زعل على الولاية اللي متشحططين يا عيني دولت الغلابة، الله يرحمهم في الجنة ونعمها ان شاء الله. انا بقى حطيت القوطة واتسبكت على طول في ثانية يعني. ما تنسونيش في اللايك والشير، الكومنتات بتاعتكم بتسعدني بصراحة. ربنا يا رب يوسع عليكم ويرزقكم برزق عيالكم بحق حبيبة النبي يا رب. هنا عملت بقى 3 فصوص توم كده، رحت قطعاهم وحطيتهم هنا نزلت بالفاصوليا الخضراء. الفاصوليا اليومين دولت جميلة ومش غالية، ب20 جنيه. هنا برضو كنت جايبة نص كيلو بدنجان. الخضار بصراحة رخص بعد العيد، الدنيا رخصت شوية عن قبل العيد. فربنا يا رب
يرخص الحاجة وربنا معانا ومع كل متضايق يا رب. بصراحة الواحد لما باجي افتح الفيديو مبقاش عارفة اقول ايه، بس الواحد الحمد لله. يا رب ما بقاش ضيفة تقيلة عليك. ما بقاش دمي تقيل على قلبكم. خللت البدنجان، كلنا طبعا عارفين البدنجان متخلل ازاي. فصين توم على فلفل احمر على واحد اخضر على شوية ملح ونضربهم في الكبة، نحط عليهم ليمونتين وشوية خل. خلاص. بس الفاصوليا شكلها رائع، شكلها روعة بصراحة. انا جبت كيس شعرية، حطيت سمنة على شوية زيت ذرة، هحمر الشعرية. مع اني بحب الرز واحدة بواحدة، مبحبش الرز بشعرية، بس بقى الأغلبية عندنا بيحبوا بشعرية فبعمل بقى. الشعرية اتحمرت، لا عايزة اجيب طقم حلل وربنا كريم كده ان شاء الله، عشان طقم الحلل بتاعي خلاص بقى في ذمة الله. حطولي اللايك كده، شجعوني، ربنا يكرمكم. انا بقى حطيت الملح وحطيت المية. لقيت عايز شوية مية كده حطيت له. هنا بقى خرطت الملوخية ودقيت التوم على الكزبرة وحطيت حبة في الشوربة. حطيت هنا قلب ماجي كده، فركته وحطيته من المكعبات دي، وطيت على الشوربة عشان احط الملوخية. بحب اخرطها بالمخرطة، بتبقى جميلة احلى من الكبة بحس انها بتعمل فيها رغاوي كده. مش عارفة صوتي النهاردة بيروح كده، معرفش كده ليه. يعني الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. شجعني كده عشان استمر، نعمل في فيديوهات. احنا بنعلم بعضينا، كل واحد بيتعلم حاجة من حد معين هو بيحب. انا بصراحة ما بطلش فرجة على الناس اللي على السوشيال ميديا كلها، بحب اتفرج عليهم، بحب اتفرج على فيديوهات عشان استفيد، اتعلم اي حاجة. ف كلنا بنعلم بعض. انا حطيت بقى شوية حتة سمنة، احط التوم بدقه برضو في الهون، كل حاجة على قديمه، مخرطة وهون. مش احسن من الحاجة القديمة، مفيش احسن من ايام زمان.
كانت ايام في منتهى الجمال. انا خلصت البتاع. ملوخية خضرا وجميلة ازاي. احنا خلصنا الاكل كله. كانش بقى موجود حد ياكل، ف صورته على البوتاجاز. ربنا يحسن ما بين ايديكم كلكم يا رب. مع الف مليون سلامة.